ازاي ممكن تطور جهازك وتخليه اضعف من الاول؟ في ناس كتير قوي اول ما تفكر تطور الجهاز بتاعها اول حاجه بتيجي في دماغهم كارت الشاشه، يبقى معاه مثلا جي تي اكس 1050 تي اي ويقول لك خلاص انا هجيب ار تي اكس 3060 وبص بقى الدنيا هتبقى مولعه معاه وجامده جدا. بس اول ما يركبوا الجهاز يبقى بطل بلدي حرفيا، الفريمات قلت، تهنيجات، تلاقي الجهاز مره واحده عمل ريستارت، تلاقيه مره واحده قفل خالص وكل حاجه باظت وبقت بطه بلدي. وساعتها يبداوا يشتموا التاجر اللي اشتروا منه الكارت ويفتكروا ان الكارت بايظ. بس الحقيقه المشكله مش في الكارت او التاجر اللي اشتريت منه، لا، المشكله انك طورت غلط. يعني مثلا انت معاك اي 5 6500 اللي انا بكرهه والناس عارفه كده كويس جدا، وربنا كرمك وقلت هتطور فطورت الكارت، بس طورته الايه الار تي اكس 3060 وزعلان ان الجهاز بقى اضعف من مكان وكمان تلاقيه عمل ريستارت. طب ما ده يرجع لك انت مركب كارت قوي جدا على معالج مش ضعيف، لا ده ميت. وكمان الكارثه الاكبر اللي بتخليه يعمل ريستارت وهو الباور سبلاي، تركبه مثلا على باور 400 واط وكمان مجهول المصدر، فصباح الفل. فلا يعني بجد برافو الصراحه، يعني انت ما طورتش الجهاز، لا انت فجرت النظام بايديك حرفيا. التطوير مش كارت وبس، التطوير توازن. يعني ما تحطش موتور عربيه سباق في توك توك ويستغرب ليه التوك توك فرقع مثلا. يعني اجهز بقى عشان النهارده عيد ميلادي ومجهز لك كمان فيديو على اليوتيوب، دي ما تتعودش على كده، احنا في دراسه مش فاضيين. فبس قول لي كل سنه وانت طيب في الكومنتات واديني هديه على الفولو بتاعك. بس بقى فكر صح وطور صح عشان الجهاز يبقى اسرع، مش جنازه الكترونيه هي.